جارتي اللي فوق مني بتأذيني في بيتي، ودايما لما باجي اشتكي وبعترض ما بلاقيش حد بينصفني. دايما كده كل ما باجي ادخل البلكونه علشان انشر او اكنس او امسح، الاقي ورق كده متقطع ومرمي في الارض، الاقي كده سجاير مرميه عندي في البلكونه. وياما اشتكيت للبواب ومراته وبرده ما فيش حل، وكل ما يجوا يتكلموا يقولوا بيتنا ونعمل فيه اللي احنا عايزينه. ومهما اقول لهم انا مأذيه، يعني افترضوا انا مثلا حاطه غسيل او حاطه حاجه في البلكونه، يقول لك مثلا ايه احنا برضو عايشين حياتنا وبنرمي من البلكونه في الشارع، ما رميناش حاجه عندك. طب بالعقل يعني لما يكون فوقي دور واحد، الحاجه اللي هتكون مرميه عندي في البلكونه دي هتكون مرميه منين؟ خاصه ان انا مثلا ساعات كتير الاقي غسيل واقع من عندهم وابعته لهم تاني مع بنتي، وعادي جدا يعني لما بيقع حاجه ببعتها لهم. طيب يعني الحاجه اللي بتقع وببعتها لكم دي بتاعتكم، انما الحاجه اللي بتترمى مش بتاعتكم. دايما كده اكون مأذيه. حتى على السلم الاقي مرات البواب دايما بتشتكي مني وتقول لي السلم بتاعك دايما مش نظيف، وانا والله ما برمي حاجه. هم اولادها طالعين نازلين يرموا ورق وشوكولاتات